السلام عليكم. دونك في هذا الفيديو ديال الدوره عن بعد، دوره تدريبيه عن بعد. اول فيديو غنصوبو ان شاء الله بحول الله اون جينواز. دونك جينواز ديال لافاني، جينواز لافاني كتعتبر من الاساسيات ديال الحلويات. وفي هذا الفيديو غنصوبوها ديال الفاني. دونك بالنسبه ديال الفاني ولا بالعروم ديال الفاني. دونك اول حاجه انا عندي 4 البيضات. قلنا كما كتشوفوا عندي 4 البيضات. هنا عندي 125 غرام ديال الفورص، وهنا عندي 125 غرام ديال السكر، دونك السكر سنيده كما كتشوفوا. هنا عندي جوج ديال الخناشي ديال الفاني. كلكم تستعملوا سواء فاني سائل ولا فاني بودره، يعني كتستعملوا الحاجه اللي عندكم نتوما اللي متوفره عندكم. بالنسبه للادوات اللي غنستعمل، هنا عندي اناء فين غادي نخلط، دونك فين غادي نصوب لا جينواز. انا عندي اون ماريز، دونك لا ماريز هي ديك المعلقه اللي كتكون يعني باش كنخلطو مزيان، وباش غادي نخلطو لا جينواز ديالنا. وهنا عندي الطراب الكهربائي. بالنسبه للمول فين غادي نطيب لا جينواز ديالي هو هذا. دونك هذا فيه 20 سنتيمتر ديال القطر، كما كتشوفوا. هذا هو فين نطيب لا جينواز ديالي. هنا اول حاجه عندي كنحيد هاد التحسانيات ديال المول، وهنا كنكون دوبت واحد شويه ديال الزبده. دونك الزبده هذه كناخذوا يعني ان بانسو، وكنحاولوا ندوزوها على جميع المول كما كتشوفوا، يعني كنوزعوها في المول كامل. دونك خصنا ديما نتاكدوا ان الزبده دوزناها في المول كامل، ما كاين حتى شي جهه اللي ما فيهاش الزبده، غير بشويه. كنجيو ندوزوها في هذا التحتاني ديال المول غير بشويه بحال هكا. كناخدو وقتنا الكافي ونديرو بين ما حتى شي حاجه، غير بشويه لينا. هنا كما كتشوفوا كناخدو واحد شويه ديال الفورس، كنحاولوا نكبوه هنايا، وكنحاولوا وكنحاولوا ندوزوه، يعني حنا كنضربوا من الفوق، كنحاولوا ندوزوه في المول كامل. حتى كيدوز في المول كامل كما كتشوفوا. كنحاولوا نحيدو ليكسي ديال الفورس. دونك هنا كما كتشوفوا ها هو المول، راه درنا فيه الفورس كامل. دونك دهنا الزبده فيه ودوزنا الفورس كامل كما كتشوفوا. هذا نخليوه دابا جانبا. الوغ هنا السر ديال الجنواز الاولى هو ان فوقاش ما كنجيو نديرو البيض مع السكر، كنطربو لمده 10 ديال الدقائق. يعني ماشي غير كنخلطو، كنطلعو الخليط، خصو حتى يتريبلا وخصو يبيض، يعني خصو يطلع الخليط مزيان. علاش كنطلعوها هاد الوقت كامل؟ حيت لا جنواز ما فيهاش الخميره، دونك كندخلو فيها الهواء. لو فيت كو اننا كنطربو 10 دقائق وكتطلع كتزعمر بالهواء، وديك الهواء هو اللي كيكون مخزون من قلب لا جنواز، وهو اللي كيطلعها فاش كنجيو نطيبوها في الفرن. دونك اول حاجه هنايا غادي ندير 4 ديال البيضات كما كتشوفوا، وكنكب عليها السكر كامل وجوج خناشي ديال الفاني. وهنا كنطربو في الاول بسرعه واحد، وفاش كتحسوا بان الخليط تخلط ودار هاد الرغوه كما كتشوفوا له هنا، كنمشيو بسرعه جوج.
هنا نطلعو الصراحه عاوتاني. هنا نديرو سرعه ماكسيموم. وهنا كما كتشوفوا القوام ديال البيض مع السكر، كتشوفوا ان راه الخليط طلع وبيض. الوغ هنا نضيفو الفرص. دونك الفرص ما كنضيفوش بالمعلقه، حيت اللي كيوقع هو ان الفرص الا ضفناه بالمعلقه الفرص كيكون ثقيل، الخليط خفيف، دونك الفرص كيهبط لتحت وما كيتخلطش مع الخليط. حتى كنجيو نكبو عاد كنلقاو ان باقي الفرص عندنا لتحت. دونك هنا شنو كنديرو؟ كناخدو الصفايه. انا كناخدو صفايه على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، كنبداو نضيفو شويه بشويه بلا ما يهبط الفرصه. نتوما كما كتشوفوا كنديرو بحال هكا باش كيهبط، يعني باش ما كيهبطناش لتحت، باش كيهبط خفيف وما كيتقلش على الخليط وكيهبط لتحت. هاد العمليه كتاخد شويه الوقت، ولكن هادشي باش الفرص كيتخلط مزيان. لا هنا باش ما نهرسوش، يعني باش ما نهبطوش هاد الخليط اللي هادي مده حنا كنطلعوه. كنمشيو من الجناب للوسط كما كتشوفوا، من الجناب للوسط. حنا كنخلطو غير بشويه باش ما نهبطوش الخليط ديالنا كما كتشوفوا. ساعه كنجمعو داكشي اللي كيكون في الجانب باش تخلط مزيان وباش تكون يعني يكون المقادير هما هادوك. ساعه كنزيدو معلقه ديال الفرص. ما كنضيفو الكميه الاخرى ديال الفرص حتى كنكونوا تاكدنا اننا حنا خلطنا ديك الكميه كلها. دونك هنا كنكونوا كملنا الفرص ديالنا كامل كما كتشوفوا، مبقاش الفرص. دونك هنا كنخلطوا اخر مره. نحاولوا يعني في المره التاليه كنحاولوا نهبطوا حتى لتحت باش نتاكدوا ان راه ما كاينش فرص اللي هبط من تحت. دونك كنجيو نخلطوا مزيان الخليط. ماشي مشكل كيكون هبط حيت كنكونوا زدنا شويه د الفرص، دونك كيكون ثقيل مع الفرص وكيهبط واحد شويه. دونك ما تخافوش الا هبط واحد شويه الخليط راه عادي. وكنكونوا كملنا. دونك هنا كنحاولوا باش نكونوا نقيين شويه، كنحاولوا نمسحوا شويه هاد المساله ديال هذا. ها وكنقولوا كملنا التخلاط ديال لاجين وزن.
بالنسبه للطياب ديال لا جينواز كنديرو على 180 درجه الفوق والتحت. كنستعمل انا الفرفره، دونك كنستعمل لا شالور فونتيلي، دونك الفونتيلاتور الفوق والتحت، وكطيب بين 15 حتى ل 25 دقيقه. باش تعرفوا واش لا جينواز ديالكم طابت ولا لا، اللي كديروه هما ان كناخذوا شي حاجه اللي كتكون مغذيه، سكين ولا قطيب ديال بروشيت ولا يعني اي حاجه، وفاش كتشكو فيها انا راها طابت، يعني فاش كتفوت 15 دقيقه ويعني كتشوفوها بان راها واش طابت ولا لا، باش نتاكدوا كناخذوا يعني ديك الاداه، سواء سكين بحال اللي قلت لكم، سواء قطيب ديال بروشيت، وكنبلونطيوه في لا جينواز حتى القاع ديال المول. الا طلع وكان ناشف يعني راه طابت. الا طلعناها مع شويه ديال العجينه باقيه لاصقه في السكين ولا في القطيب ديال البروشيت، يعني راه مازال خصنا نطيبوها واحد 5 دقائق. هنا غادي نشوفوا واش لا جينواز ديالنا طابت ولا لا. انا كما كتشوفوا باقي واحد شويه ديال العجينه. هنا كما كتشوفوا من بعد 25 دقيقه كتشوفوا ان ما بقاتش فيها العجينه. هنا شنو كنديروا قبل ما كنخرجوها؟ كنخليوها واحد شويه في الفران، يعني كنحلوا الفران وكنخليوها واحد شويه في الفران، ما نخرجوهاش ديك الساعات باش ما يوقعش ديك لو شوك، يعني باش ما يوقعش ديك لو شوك تيرميك وانها صابت كلها. دونك نخلي واحد شويه في الفران، عاد كنخرجوها بعد واحد 5 دقائق. هنا لا جينواز ديالنا كما كتشوفوا راها طابت. ديما كنديروا ديك القضيه ديال كنخشيو قطيب ديال البروشيت وكنشوفوا واش طايب ولا ما طايبش. كما كتشوفوا راه ناشف، ما بقاتش عجينه خضراء لداخل، دونك راه طابت. وهنا انا كنت طيبتها على 180 درجه لمده 25 دقيقه الفوق والتحت، وبالفونتيلاتور يعني بالفرفره. الا ما كانش عندكم يعني الا كان عندكم غير فران ديال الغاز ولا ما كانش عندكم فرفره، ممكن لكم طيبوها على 180 درجه ولا على عافيه متوسطه، وتبقاو ساعه يعني تفريفيو واش لا جينواز طابت ولا ما طابتش. الوغ ما عمركم ما تحلوا عليها في وسط الطياب حتى كيفوت النص ديال الوقت ديال الطياب ديالها. بحال دابا الا طيبوها يعني في 25 دقيقه حتى توصلوا ل 20 دقيقه، عاد ديك الساعات بقاو ساعه فيريفيو. الا مشيتيو حتى حليتيو على 5 دقائق ولا على 10 دقائق كلها تهبط. دونك هنا لا جينواز ها هي طابت كما كتشوفوا. غادي نحيدوها وغنوريها لكم كيفاش دايره ان شاء الله من الداخل. لا جينواز كما كتشوفوا راها خرج من المول بكل سهوله، يعني ما كاين حتى شي طرف من المول اللي يعني ديال الكيك اللي راه بقى. كما كتشوفوا يعني راه كلشي خرج. حيت درنا الزبده ودرنا الفورس، دونك ديمولات بسهوله، يعني خرجت من المول بكل سهوله كما كتشوفوا. دونك كان عندنا اون جينواز اللي راها يعني رطبه، اللي ما هبطتش، يعني كما كتشوفوا راها بقات مسطحه، ما هبطتش يعني يعني ما تحفرتش، بقات بلا كما كتشوفوا. كتكون رطبه وكتكون صالحه لجميع الحلويات اللي تبغيو نتوما واللي تشهاو. كتكون صالحه لجميع الحلويات اللي تبغيو نتوما ولا اللي تشهاو. دونك هنايا كما كتشوفوا الفيديو الاول ديال الدوره التدريبيه عن بعد ديال جينواز هاني. نتمنى انها تكون سهلت عليكم شحال من حاجه. الا عندكم شي سؤال صيفطوه ليا نجاوبكم في اسرع وقت ممكن، ونتمنى ان يوصلوا لي التصاور ديال لا جينواز ديالكم اللي تكونوا صوبتوها ان شاء الله بحول الله. شكرا بزاف.